عجينة الكريب هعملها معاكم النهاردة بطريقة اقتصادية جدا، والكريباية حلوة وبتنيها وطرية جدا زي ما انتم شايفين اهو. ولا بتفرول مني ولا بتقطع ولا اي حاجة. وهنعمل بكوبايتين دقيق بس هنطلع كمية حلوة قوي، وكمان هنعملها بحشوة ممتازة جدا جدا. يعني هتوفري اكلاتنا اقتصادية. هنعمل الكريب بكوبايتين دقيق بدون حليب بدون زبدة بدون بيض، حاجة كده في منتهى الجمال. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. حطوا لايك للفيديو ويلا نشوف الطريقة والمكونات. هنسمي الله ونقول بسم الله. معايا هنا كده الكسرولة او البولة دي هحط فيها 3 كوبايات من الدقيق، وهنخلهم كده زي ما انتم شايفين. المقدار هنا الدقيق قد المية، يعني هحط 3 كوبايات من الدقيق هحط عليهم 3 كوبايات من المية. تمام كده. اول حاجة بعد ما نخلت الدقيق بحط عليه معلقتين كده من السكر، معلقتين صغيرين من السكر ونص معلقة صغيرة ملح، يعني شويه كده يعني ربع معلقه من الملح، عليهم 3 كوبايات من الميه كده زي ما شفتوا. وهقلب بقى كده بالمضرب اليدوي، ولو عايزه تعملي بمضرب كهربائي ما فيش مشكله، لكن الموضوع مش مستاهل مضرب كهرباء. عملته كده زي ما انتم شايفين القوام كده سايل زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وهاخده بقى اصفيه. والخطوه دي مهمه جدا جدا عشان الخليط بتاعي يبقى ناعم كده خالص وما فيهوش اي تكتلات. صفيته كده بالشكل ده، وهسيب العجينه ترتاح بس دقيقه قبل ما اجهز الصينيه، و يعني اشغل البوتاجاز وكده. ما بنسيبهاش تخمر ولا اي حاجه لانها ما فيهاش خميره، احنا بس بنسيبها دقيقه واحده كده او دقيقتين بس ترتاح. تمام كده. اما بترتاح طبعا بتكون النتيجه احسن. معايا بقى الصينيه بتاعه الكريب دي كنت جايباها معاكم قبل كده في المشتريات بتاعه رمضان، والاول مره ان انا استخدمها معاكم. المهم باخدها كده ومسحتها مسحة زيت كده بالمنديل، يعني مسحة بسيطة اللي هو بنحط الزيت، اصلا الصينية دي غير لاصقة. وبعد كده نزلت عليها كده بشوية كده من عجينة الكريب، وبدأت ان انا الف الصينية كده وحطيتها على النار. اول لما بتبدأ ان هي تستوي بتلاقيها كلها استوت والعجين كله اختفى، او الدقيق كله اختفى وبقت عجينه متماسكه، وبتلاقي الاحرف بتاعتها ثابت كده خالص من على الصينيه، فبتشيليها بكل سهوله تقلبيها على الوش التاني يا دوب ثواني كده وبتاخد برضو اللون وبتشيليها. عملت معاكم واحده تانية اهي، بصوا جايبه لكم مراحل التسويه واحده واحده. بتستوي كده والدقيق واللون الابيض بيختفي معانا خالص، وبتدينا اللون الاوف وايت كده، وكده خلاص بتبقى استوت معانا. عايزه اقول لكم انا اول مره اجرب الصينيه حلوه وتسويتها حلوه، بس هي خفيفه شويه فعماله بتطقطق كده على البوتاجاز، اللي هو عارفين الصاج لما بيطقطق نفس الكلام. فلو الصينيه هتجيبوها تقيله شويه هتكون احسن، يعني الحاجه التقيله يعني الغالي تمنه فيه زي ما بيقولوا. عملت التانية اهي، وكل واحده بعملها برجع بعد كده امسح الصينيه كده كويس بمنديل فيه زيت، امسح كده واشيل اي حاجه كانت موجوده من الكريبايه اللي قبلها علشان ما تحرقش معايا الكريبايه التانية. حطيت كده، وبقول لكم ان انتوا كمان ممكن تفردوها بالمعلقه لو انتوا ما عندكوش الاداه بتاعه الكريب زي كده. يا اما بتعملي الصينيه كده تفردي العجينه كلها بايدك كده وانت بتدوري الصينيه تفرديها في الصينيه كلها، او تفرديها بالمعلقه كده زي ما شفتي. اهم حاجه القوام بتاعه يبقى رقيق وما يبقاش خفيف قوي علشان ما تتقطعش منك. زي ما انتم شايفين الاحرف كلها كده بتفصل وبتسيب الصينيه، بشيلها اقلبها على الوش التاني يا دوب بتاخد لون وبشيلها. اهم حاجه كل مره نشيل الصينيه من على البوتاجاز نخليها تهدى شويه عشان نقدر نفرد العجينه ما تلزقش فيها وهي سخنه. ويبقى جنبي فوطه كده نضيفه ناشفه، الكريبايه اللي تطلع معايا احطها على طول على الفوطه تتهوى كده شويه كده يعني ثواني كده، وبعد كده اغطيها بحرف الفوطه التاني علشان يعني تحافظ على طراوتها معايا وتبقى طريه. خلصت بقى الكميه كلها زي ما انتم شايفين عمل كميه معايا بسم الله ما شاء الله حلوه قوي، والعجينه طريه زي ما انتم شايفين. بصوا ولا بتقطع معايا ولا بتفرول ولا اي حاجه خالص، ومش حاطين فيها ولا حليب ولا بيض ولا زبده ولا اي حاجه، هم شويه دقيق وشويه ميه وذره ملح كده ومعلقتين سكر، وطالعه معايا زي الفل ما شاء الله اللهم بارك. والكوبايتين دي دول عملوا معايا حوالي 13 قطعه هم زي ما انتم شايفين. بصوا ما شاء الله يعني زي العسل، موفره جدا جدا واوفر بكتير من اشتريها من بره. انا بورقهم لكم واحده واحده كده عشان تشوفوا ان هم يعني مش لازقين في بعض ولا اي حاجه، والعجينه طريه وجميله زي ما انتم شايفين. طبعا لو حابه
تضيفي حليب او تعجنيها بحليب مفيش مشكله، انت كده هتزودي القيمه الغذائيه بتاعتها. لكن انا عاملاها لكم بطريقه اقتصاديه خالص، زي ما بنجيبها من بره كمان. بره بيعجنها بميه، شويه ميه وشويه دقيق. فلو انت حابه تحطي ميه ولبن بودره تمام، حابه تحطي لبن او حليب عشان اخواتنا اللي في الدول العربيه حطي حليب. لكن انا عاملاها لكم اقتصاديه ومش مكلفه زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نعمل الحشوه بتاعتها. طبعا الحشوه دي اختياري، انما انا هحشيها شاورمه فراخ. الشاورما دي جاهزه معايا كده، كنت عاملاها في التجهيزات بتاعه رمضان. حطيتها كده بمعلقه سمنه كده وشوحتها لما خدت لون، وبعد كده وطيت عليها وغطيتها وسبتها بقى تستوي 5 دقايق وهتكون استوت معايا. تعالوا بقى نعمل الكاتشب. طريقته سهله جدا جدا. معايا حوالي كوبايه كده من الصلصه، حطيت عليهم 3 معالق من السكر و3 معالق من الخل ورشه ملح صغيره خالص، وقلبتهم كويس قوي مع بعض، وهرفعهم على النار تغلي كده وتتقل. وبعد كده هضيف ربع معلقه نشا متدوبه في ربع كوبايه ميه، وهحطها عليها لحد ما يتقل معايا القوام، وكده جهز معايا الكاتشب. هنا كمان عملت التوميه. التوميه طريقتها برضو سهله جدا جدا. معلقتين كبار مليانين من النشا، عليهم كده كوبايه ميه، بقلبهم كويس قوي قوي وهحطهم على النار تتقل كده وتدي معايا لون شفاف. وبعد كده باخدها احطها في الخلاط لما تبرد، واضيف عليها معلقه من التوم المهروس وليمونه كده كبيره ومعلقتين من المايونيز، وبحط لها ملح. الملح حسب الرغبه زي ما انت عايزه، يعني تحبيها حادقه قوي او بسيط، الملح ده زي ما انت عايزه. وبعد كده بضيف لها نص كوبايه من الزيت تدريجيا، ولو حسيت القوام تقيل قوي بضيف لها ربع كوبايه من الميه، واضربها في الخلاط كده كويس قوي. وبعد كده خلاص بقت جاهزه معايا بضيفها. ده القوام بتاعها، بيبقى قوامها قوام كريمي كده وتبقى في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم التوم تحطي معلقه كبيره من التوم، دي اسمها توميه يعني اساسها التوم، فتحطي معلقه كبيره كده من التوم. خلاص التوميه جهزت معايا والكاتشب وكل حاجه جاهزه معايا. تعالوا بقى يلا كده نجيب الكريب بتاعنا ونحشيه. معايا الكريبايه كده، بدهن بقى توميه الاول كده على عيش الكريب كده، وبعد كده بضيف بقى الفراخ، بتضيفي بطاطس، بتضيفي شاورما لحمه، بتضيفي ناجتس متقطع حتت او قطع من الستريبس زي ما انت عايزه، وزي الحشوه اللي تحبيها. ممكن ميكس جبن زي ما تحبي. انا هنا حطيت شاورمه فراخ وبطاطس وزيتون مخلي اسود واخضر وبس على كده، وبلفه بقى زي السندوتش السوري. طبعا انت ممكن تعمليه مثلث على شكل الكريب، ولكن انا حبيت اعمله سندوتشات كده شكل السندوتش السوري. تمام، يعني عملنا سندوتش سوري بعجينة الكريب. فطبعا عايزه اقول لكم طالع حلو جدا وفي منتهى الجمال. لكن هو بيتعمل على شكل مثلث كده عادي، بس انا حبيت اعمله كده علشان الولاد كانوا عايزينه كده. خلصت الكميه اللي معايا كلها، وهبدا ان انا كده بمعلقه زيت وابدا ان انا احمره كده من الجهتين على النار لما ياخد لون دهبي حلو كده ويقرمش معايا. عايزه اقول لك كمان ممكن تدهني الكريب من جوه برضو توميه على كاتشب، ممكن تحطي مستردة زي ما انت ما عايزه. خلاص كده جهز معايا. وتعالوا بقى نشوف. طبعا حطيت كمان ميكس من الجبن، وميكس الجبن دي فيها جبنه موتزاريلا على شيدر على رومي زي ما انتم شايفين الجمال والحلاوه. جربوا الكريب او عجينه الكريب بالطريقه دي وهتعجبكم جدا جدا، وهتعجب كمان اولادكم، ومش هتشتروها من بره تاني لان هتلاقوها في البيت موفره واقتصاديه بكتير قوي. متنسوش بقى حبايب قلبي لايك للفيديو، لو اول مره بتشوفيني اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. يا ست الكل سيبكم في رعايه الله، اشوفكم في وصفه جديده على خير.